المكان اللي انت شايفه قدامك ده انا صورته بنفسي علشان بعد كده احاول اثبت للناس ان كل اللي انا مريت بيه كان حقيقة. ولكن لما بدأت احكي محدش كان مصدقني. المكان زي ما انت شايف كده مهجور تماما، لا حد عارف ايه اللي جواه ولا موجود هنا من امتى. وعلى فكرة انا ما صورتوش بدافع الفضول او حاجة زي كده، لأ، انا مرة واحدة لقيت نفسي موجود قدام المكان ده، وكل اللي قدرت اعمله ساعتها ان اطلع الموبايل بتاعي واصور المكان ده علشان بعد كده الناس تصدقني. ولما لقيت ان محدش مصدق اللي حصل لي فقلت يبقى لازم اطلع واحكي لكم انتوا، اكيد يعني عيلة المرعبين مش هتكدبني، ولا جايز انتوا كمان تقولوا ان الكلام ده غير صحيح. هنشوف دلوقتي. السلام عليكم عيلة المرعبين، عاملين ايه؟ الحلقة دي مهمة جدا جدا لانها بأمر الله هيكون في منها اجزاء كتير، ولكن كل جزء هيكون مختلف بقصة جديدة عن اللي قبله، وانت هتفهم كل ده لما نحكي القصة دلوقتي. يلا بينا نقوم مع بعض دلوقتي نحضر طقوس سهرتنا، وهي هتقعد لي في مكان منعزل، تطفي لي النور شوية وتحط لي السماعات في ودنك، وأهم حاجة تعمل لي مشروبك الجميل اللي هتحضر بيه سهرتنا، وتنزل دلوقتي في الكومنتات تقول لي حضرت ايه للسهرة بتاعتنا. وعلى فكرة أنا مستنيك دلوقتي لما تعمل كل ده. يلا اتفضل، أنا عارف إنك لا هتعمل ولا حاجة، ما علينا. يلا بينا من غير ما نطول على بعض، ولكن في البداية ما تنساش إنك تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك علشان تنضم لعيلة المرعبين. ويلا بينا نبدأ سهرة رعب جديدة بعنوان أحلام الموتى. إخوات المرعبين، عاوزكم معايا مصحصحين. الحكاية كلها بدأت معايا في يوم عادي خلصت في شغلي وروحت على البيت وقعدت على السرير وعادي، يعني مفيش في دماغي أي حاجة. بعد ما قضيت قعدتي كلها في البيت ومفيش ورايا حاجة تاني، كان لازم بقى إن أنام لأن عندي شغل الصبح بدري. الساعة كانت تقريبا 12 بالليل. في الوقت ده الأوضة كانت خلاص ضلمة، مفيش أي أصوات حواليا. قفلت باب الأوضة ورحت طالع على السرير، وطبعا أهم حاجة رميتها هي الموبايل بتاعي، رميته جنب مني على السرير، ورحت مغمض عينيا وقريت شوية قرآن ورحت نايم. ايه اللي حصل بعد كده انا مش عارف افسره. اللي حصل ان انا حسيت بوجع في صدري، زي نغز كده، كأن حد ماسك دبوس وعمال يشكني في صدري. فمش عارف اعمل حاجة، مش عارف افتح عيني بين بقى الحلم والواقع. انت مش عارف انت بتحلم ولا اللي بيحصل لك ده حقيقة، ولكن انا كنت حاسس بكل حاجة. لحد ما واحدة واحدة بدأت ان افتح عينيا، ولما فتحت عينيا مرعبين لقيت ضوء. مش عارف ضوء ايه ده، اصلا انا نايم في الأوضة لوحدي ومفيش حد، فالضوء ده جه منين؟ فبدأت ان انا فوق شوية كده، انا مش شايف حاجة، انا كل اللي شايفه ضوء وبس. لحد ما خلاص فقت خالص وبدأت الاحظ اللي حواليا. المكان انا ما كنتش نايم في البيت في المكان اللي انا نايم فيه، لا، انا او ما كنتش نايم اصلا في مكان، انا كنت واقف على طريق. لا انا عارف انا جيت هنا امتى، ولا عارف اصلا الطريق ده طريق ايه. انا شايف طريق وحوالين مني في اسوار كده كأنها عازل علشان ما اعرفش اطلع بره الطريق ده، ومفيش عربية توحد ربنا واحدة معدية. في ايه؟ مش شايف اي حاجة. في اخر الطريق مفيش غير سور، الاسوار بس هي اللي محوطة كأن حاجة محاصراني. قدام مني كان في مكان غريب كده، مكان مهجور. انا مش عارف ده بيت ولا مخزن ولا ده ايه بالظبط. كنت لابس ساعة في ايدي، الساعة دي ما كانتش بتاعتي ولكن كنت لابسها في ايدي، ولما لاحظتها اصلا فبما انها مش بتاعتي وغريبة عليا فبصيت فيها. ولما بصيت فيها
اكتشفت ان الساعة 3 بالليل. ايه ده؟ انا مش كنت نايم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طبعا اول حاجة جت في دماغي ان كل اللي بيحصل لي ده اكيد حلم. ما انت حط نفسك مكاني كده، ولا حط نفسك مكاني. كنت نايم في البيت عادي، مرة واحدة صحيت لقيت نفسك على الطريق ومفيش عربيات كمان. هتقول لي انت سايب كل ده ومركز في العربيات؟ لو في عربية اقول له خدني معاك اي حتة، لكن مفيش عربيات ولا في اي صوت. انا حاسس ان انا في كوكب تاني لوحدي، والدنيا كانت ضلمة كحلة مرعبين، فمش عارف اعمل اي حاجة. مرة واحدة حسيت ان الموبايل في جيبي، فقلت كويس، رحت مطلع الموبايل. قلت انا هعمل ايه؟ اتصل بحد يعني يجي يطلعني من حلم ولا ايه؟ والله ما عارف. المشكلة ان برضو الموبايل ده ما كانش بتاعي. ايوه الموبايل كان غريب عليا، وموبايل كان تحسه ان هو حاجة جديدة. ده لا سامسونج ولا ايفون ولا هواوي ولا اي حاجة، ده ماركة غريبة اول مرة اشوفها. فما كانش قدامي اي حل غير اني اقرب من المكان اللي انا شايفه قدامي ده، لعل وعسى الاقي حد جوه ويساعدني ويفهمني حتى ايه اللي بيحصل لي ده. فعديت الطريق وانا معدي، بصيت كده على اخره لحسن عارف انت جو افلام الرعب ده بقى، اللي هو الطريق مستنيك تعدي علشان تيجي عربيه تروح خبطك. ده اللي جه في دماغي، بس ما فيش حاجه يعني حصلت. عديت الطريق الناحيه التانية ووقفت قدام المبنى ده. المبنى زي ما انتوا شايفين كده في شبابيك، والمكان جوه كان ضلمة كحل، مفيش اي صوت ولا في اي روح جوه المكان ده. مكان كان مقبض مرعب. فقربت من الشباك ده ونورت جوه، ولكن لاحظت حاجة. لاحظت ان في حد، مش عارف ده واحد ولا واحدة ولا عيل، كان قاعد في ركن جوه جوه المكان يعني، وضمم رجله وبيعيط. كنت سامع صوت عياطه من وانا واقف بره. طب ادخل لك منين انت؟ فمشيت شوية كده ولقيت لك باب حديد مفتوح. قربت من الباب ودخلت جوه. دخلت وانا عمال ابص يمين وشمال، يعني في دماغي ان ممكن الاقي اي حد هنا، ولكن مفيش اي حد. ومرة واحدة مرعبين لقيت لكم كلب اسود. كلب اسود عينيه كانت حمرة زي الدم، واقف قدامي وبيبص لي. في اللحظة دي انا اتسمرت مكاني، لا قادر ارجع ولا عارف اعمل اي حاجة، لان طبيعي اي حد هيتحط في الموقف ده، سيبك بقى من حلم او مش حلم، اي حد هيتحط في الموقف ده وانت واقف قدام كلب اسود، كلب بص شرس بمعنى اصح، وبيبص لك البصة دي، فانت لو جريت هيجري وراك. وما بالك بقى لو قفشك، ليلتك هتبقى طين، مش هيحلك الا لما يعمل لك ساعة كده في رجلك. فطبعا مش اجري ايه، فضلت واقف، ولكن وانا واقف بقى ايه، مرعوب، جسمي كله بيتنفض. فضلت اقول له هش هش، مفيش هش، ما بيفهمش، كلب مختلف عن الكلاب كلها. لحد ما هو من نفسه خلى عنده دم وراح لافف ومشي. مشي بعيد يعني، هو تقريبا المكان ده عامل زي موقف كده، في حتى لاحظت ان جوه كان في كام عربيه، بس عربيات هلكانه قديمه جدا، خرده بمعنى صح، كانت مركونه جوه، والكلب ده مشي ناحيتهم واختفى عن عيني. فانا طبعا بصيت يمين، المكان اللي هو فيه الشخص اللي شفته قاعد في الاوضه. رحت حاود يمين ومشيت، ولقيت لكم مرعبين اوضه كان بابها مفتوح. رحت مقرب منها وانا داخل عمال انده يا اهل الله اللي هنا، ان اي حد يعني يرد عليا، اسمع اي حس ان انا في الدنيا. فضلت اقرب خطوه خطوه لحد ما بقيت جوه الاوضه دي. نورت الفلاش جوه ولقيته كان عيل صغير. عيل صغير عنده تقريبا بتاع 12 13 سنه يعني. كان قاعد في الركن وضامم رجله كده على صدره وعمال يعيط. فقربت منه وانا عمال انده عليه من بعيد، يا حبيبي مالك يا بابا؟ وهو مفيش، ما بيردش عليا. لحد ما وقفت قدامه وهزيته كده بايدي وانا بنده عليه، وهنا مرعبين صوت العياط بتاعه وقف وراح رافع راسه وبص لي. حرفيا قلبي كان هيقف، نص وشه ده كان محروق
فبالك بقى نص وشه محروق وعينيه طبعا محروق أو حالته بالبلع. فأول ما شفت كده رحت راجع لورا وما كنتش عارف أعمل إيه. هو قام وقف وفضل يقرب مني، قرب 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 لحد ما وقف قدامي وراح متكلم وقايل لي: اللي قتلني دفني هنا، طلعني طلعني وانا مش هعمل لك حاجة. ما كنتش فاهم اي حاجة. الولد كان بيتكلم بنبرة كده، نبرة طفولية مفيش فيها اي خطر. فاتكلمت غصب عني وقلت له: مش فاهم اعمل ايه طيب؟ فعاد كلامه تاني وقال لي: طلعني طلعني وانا مش هأذيك، يلا لما تصحى تعالى هنا وطلعني. وبعدها لقيته راح رجع وراح قعد مكانه تاني وضم رجله على صدره وفضل يعيط. فقربت من باب الأوضة اللي أنا دخلت منها دي واحدة واحدة، وأنا بقيت خايف من الواد ده أكتر ما أنا خايف من الكلب، مش عايز يقوم تاني. ورحت طالع من الأوضة دي وخلاص يا حبيبي كمل انت عيط ولا كمل نوم. ورحت طالع. أول ما طلعت لقيت لكم الكلب برضو واقف، بس مش الكلب بس، ده كان في واحد واقف جنب الكلب ده وكان ماسك في ايده سكينة، وفي ايده التانية كان ماسك جيركن كده. كان جيركن لونه احمر وواضح يعني ان جيركن ده فيه بنزين او مادة مشتعلة يعني. مش عارف ليه حسيت ان هو جواه كده، بس ده اللي حسيته يعني ساعتها، يمكن علشان شكله. فضلت واقف طبعا، خفت منه مش عارف اقرب لحد ما لقيت لك حد مسك في ايدي. لفيت طبعا واتفزعت، لقيته راجل كبير في السن كده لابس جلابية ودقنه طويلة. بصلي وهو مبتسم وقال لي: ساعده ساعده يا نبيل، لما تصحى تعال هنا ودور عليه هتلاقيه مدفون. ساعده وخرجه. الراجل كانت ملامحه هادية كده وبريئة، ده بالرغم يعني ان صوته تخين. فقلت له: اساعد مين؟ اعمل له ايه؟ فالراجل ابتسم تاني وقال لي بنفس نبرة صوته: ساعده، خرجوه من هنا وإلا انت اللي هتتأذي. انا حذرتك وانت حر، يلا علشان الفجر قرب يأذن. بعد ما قال لي كده راح سايب ايدي، وانا بصيت قدامي لا لقيت الكلب ولا لقيت الشخص التاني اللي كان ماسكه، اللي كان واقف يعني جنب الكلب. فاتحركت وطلعت بره البوابة دي ولقيت قدام الطريق بقى، الطريق اللي انا جيت منه. انا مش عارف انا هروح ازاي انا دلوقتي. فرحت مقرب من الطريق، ولما وصلت لنص الطريق لقيت لك عربية جاية بتجري بسرعة وراحت داخلة فيا. بعدها انا مش فاكر ايه اللي حصل، كل اللي فاكره ان انا قمت مفزوع من على السرير على صوت اذان الفجر وهو بيقول الله اكبر. قمت انا طبعا مش قادر اخد نفسي، بتنفس بصعوبة من كل اللي حصل. مش مقتنع ان ده كابوس، لا كابوس ازاي؟ واللي اكد لي كمان انه مش كابوس، لما بصيت على ايدي اللي كان الراجل ده ماسكني منها لقيت صوابعه معلمة على ايديا. مستحيل مستحيل يكون كابوس. بس هعمل ايه دلوقتي؟ فضلت صاحي طبعا يا مرعبين، خلاص النوم مش هيجي في اللحظة دي، يجي فين؟ وقبل ما نكمل ثانية واحدة بس، متضحكوش عليا، قبل ما نكمل عاوزك تتوقع النهاية. ولو انت توقعت النهاية صح انزل دلوقتي اكتبها في الكومنتات علشان تبقى من المحققين بتوعنا، وشوف بقى انت ودماغك ايه النهاية اللي انت توقعتها. وخلينا دلوقتي نكمل علشان تعرف النهاية. اللي حصل يا مرعبين ان فضلت صاحي اليوم ده وانا بحاول الاقي اي تفسير للي حصل، ولكن طبعا مفيش اي تفسير. عارف انت الشخص كده بيجي عليه اوقات وبيقول انا ملبوس، انا مش عارف، انا من الناس يعني اللي هو كتر القرايه في قصص الرعب وكتابه اصلا وافلام الرعب، انا حياتي كلها رعب انت فاهم. فطبيعي ان تحصل معايا شويه حاجات بسيطه كده، اصوات، خيالات، بتاع، ولكن مش للدرجه دي، مش درجه ان اشوف ناس واتكلم معاهم وكلاب وحاجات زي دي. اول مره تحصل لي، مستحيل اصلا تحصل حاجه زي كده لبني ادم. فضلت قاعد طول اليوم لحد ما الصبح طلع ورحت واخد بعضي وطلعت على الشغل. طبعا في الشغل
كانت حالتي يعني حال غير الحال، مش مركز، وكل تفكيري في اللي حصل وعلامات الراجل ده لسه كانت في ايدي. وصوت الواد الصغير الله يحرقه اللي كان بيعيط صوته كان لسه في وداني. حتى في الشغل لما لقوني مش مركز كده وبتاع، على الساعة 9 بالليل خلاص اللي هو قالوا لي روح انت شكلك تعبان، روح نام كده وارتاح وبكرة ابقى تعالى. سمعت كلامهم لان حرفيا مش قادر، ورحت طالع من مكان شغلي وركبت العربية اللي بركبها كل يوم. والعربية اتحركت، والعربية دي على ما بتوصل للشارع اللي أنا ساكن فيه بتاخد لها مثلا حوالي ساعة إلا تلت مثلا، أو ساعة لو الطريق واقف. المهم لقيت لك بعد حوالي ربع ساعة كده أو حاجة العربية دي وقفت. فأول ما وقفت السواق فضل إن هو يدور فيها مش عايزة تدور. لا إله إلا الله. فطبعا كلنا بصينا للسواق، في يا اسطى ايه اللي بيحصل بتاع. راح السواق بص لنا وقال لنا والله يا جدعان العربية قطعت بنزين، فالمكان ده مفيش فيه ولا بنزينة، فأنا هتصل بحد هيجيب لي بنزين، فالحد ده على ما يجيلي فيها بتاع نص ساعة أو ساعة إلا تلت. لو متأخرين وعايزين تنزلوا كل واحد هياخد أجرته وانزلوا شوف هتركبوا منين، لو عاوزين تستنوا استنوا. طبعا هو بعد ما قال كده يعني نص العربية نزل مرة واحدة، خد الأجرة وراح نزل الطريق. هنا كله بدأ يبص على الطريق احنا فين عشان كل واحد يتصرف. يعني الطريق تقريبا الراجل دخل بينا من مكان تاني غير اللي احنا بنمشي فيه، مكان مقطوع بمعنى أصح ما بتعديش منه غير كام عربية، وعربيات ملاكي كمان، على أتوبيس لو عدى مرة كده كل فين وفين. فنص الميكروباص راح نزل، اللي بقى يركب مع ده واللي يركب مع ده وبتاع، لحد ما مرة واحدة لقيت نفسي قاعد في الميكروباص لوحدي مفيش الا انا والسواق. فبصيت للسواق قلت له ايه يا اسطى اللي بيجيب لك بنزين ده بيجيبه من الهند ولا ايه؟ فالسواق راح بص لي كده، عارف انت بقى جو السواقين، بقول لك يا صاحبي مش عاجبك انزل، انا قلت اللي عندي والناس كلها نزلت، عايز تنزل اتفضل. قلت له ماشي يا اسطى. رحت واخد من الاجره بتاعتي ورحت نازل وانا مش عارف انا فين. وطبعا كل الناس اللي نزلوا قبلي كلهم ركبوا، فقلت عادي هركب انا كمان، ما هم كلهم ركبوا يعني. نزلت اتمشيت شويه لان كل اللي نزلوا كانوا بيتمشوا قدام شويه بيركبوا من قدام. فضلت اتمشى قدام شويه في الشارع، وشارع مقطوع حرفيا، لحد ما لقيت نفسي واقف جنب سور كده. وهنا افتكرت المكان اللي انا فيه هو المكان اللي انا كنت فيه فين؟ الله ينور عليك، في الحلم. او ده مش حلم بقى، ما كنتش مصدق. فلفيت تاني قلت هرجع بقى ولا حاجه كده وقفتني، لو هرجع فين؟ في حاجه قصدت انها تجيبني هنا. مش عارف، بدات اقتنع بالكلام اللي هم قالوهولي ان الولد ده مدفون هنا وبتاع. فقربت ولقيت لك المكان المهجور ده. قربت وانا خايف، عارف انت مقلق، انا متاكد ان اللي بيحصل معايا دلوقتي مش حلم. فضلت اقرب لحد ما وصلت للبوابه الحديد اللي قلت لكم عليها. اول ما دخلت لا لقيت كلاب ولا اي حاجه. مشيت خطوتين وهنا ثانيه واحده، انا مش لسه بقول لك لا لقيت كلاب ولا اي حاجه، انا لقيت الكلب الاسود ولكن كان ميت، كان واقع على الارض وفي دم مغرق يعني تحت دماغه. فقربت من الاوضه ورحت مطلع التليفون بتاعي هنا بقى عشان ايه الدنيا خلاص كحل، ورحت منور يا مراقبين. وبدات امشي واحده واحده تاتا بالراحه لحد ما وصلت الاوضه. والاوضه كانت مفتوحه برضو. اول ما عتبت الاوضه جوه الريحه كانت لا تطاق، تحس ان مجاري طفحه جوه. قربت ما كانش فيها اي حاجه، رمله بس هي اللي موجوده في الاوضه، لا في عيل صغير ولا في اي حاجه تقول ان كان في حد هنا اصلا. مفيش غير الريحه اللي وصفتها لكم. بس لاحظت حاجه، ان في قطرات دم كانت على الارض في ركن كده جوه، والركن ده هو اللي كان قاعد فيه العيل الصغير. مش عارف، انا حسيت بحاجه غريبه، زي ما يكون صوت في وداني بيقول لي قرب هنا. فقربت من نقطه الدم دي وطيت على الارض كده وبدات احفر. فضلت احفر في الرمله لحد ما مسكت حاجه. فضلت اشيل الرمله شويه لحد ما الحاجه اللي انا مسكتها دي عرفت هي ايه، ايد بني ادم. طبعا اول ما ده حصل رحت سايبها ورحت قايم من مكاني بالراحه كده زي الشاطر، طلعت من الاوضه ماشي بقى انت فاهم،
مش عايز اي حاجه تحصل، لو حد عطس جنب مني دلوقتي هموت. طلعت بره البوابه الحديد دي، كنت مطلع التليفون بتاعي 122. الو، عايز ابلغ عن 1 2 3. طبعا اتمشيت شويه، بعدت عن المكان وبعت للظابط اللي كلمني. في ظابط بعد كده تواصل معايا يعني من رقمه هو الخاص، وبعت له اللوكيشن اللي انا فيه. وما فيش يا مرعبين حوالي تلت ساعه بالظبط وكانوا عندي. طبعا حالتي كانت صعبه جدا. فلقيت ظابط قرب مني وقال لي ايه اللي انت قلته في البلاغ انك لقيت جثه وبتاع؟ فقلت له ايوه جوه في الاوضه دي. فقال لي طب تعال وريني. فدخلت مع الظابط جوه، واول ما دخلنا اصلا وهم الظابط والعساكر اللي معايا، يعني ما كانش جاي لوحده اكيد، شافوا منظر الكلب اللي كان ميت، اتصدموا، عرفوا ان كلامي مش كذب ولا حاجه. فدخلنا الاوضه وشاورت لهم على المكان اللي انا كنت بحفر فيه. فظابط قرب من المكان ده وكله هنا منور كشافاته، بقينا في فرح مولد. الظابط قرب من المكان وبدأ يحفر بإيده هو كمان لحد ما لقى الدراع. فرجع لورا وساب كل حاجة زي ما هي، وراح متصل بقى بفريق البحث الجنائي والطب الشرعي والكلام اللي انتوا عارفينه ده. وبرضه ما خدوش وقت كبير وكانوا وصلوا المكان. البحث الجنائي طبعا فضلوا يفتشوا عن بصمات، خصل شعر، لعاب، الحاجات دي. أما الطب الشرعي فكان الدكتور شال الحفرة كلها وبان قدامي جثة الولد الصغير بنفس شكله اللي أنا شفته في الحلم، نص وشه محروق وحالته يعني صعبة جدا. الدكتور بدأ إن هو يشرح فيه اللي هو الفحص المبدئي يعني، لحد ما بعد كده راحوا ناقلينه على المشرحة. وأنا طبعا طلعت معاهم على الاسم علشان أشرح للظابط اللي حصل. لما طلعنا هناك والظابط سألني ايه اللي حصل وبتاع، فحكيت له 1 2 3 والميكروباص وكده، بس ما قلتلوش بقى حكايه الحلم والكلام ده، لا مش عبيط. لو قلت له كده هيقول لي انت اللي موته. وليه حق بصراحه يشك فيا، اصل ما حدش هيشك ان كل اللي شفته ده كان بسبب حلم. لا، المهم حكيت له ان انا دخلت الاوضه دي يعني علشان ادور على حد يساعدني وكده، ولكن ما لقيتش حد. ولما شفت الدم فقلت في حاجه غلط، ففضلت احفر لحد ما شفت اللي شفته ورحت مبلغ. الظابط الحمد لله صدقني وخرجني من القسم. واكتشفوا بقى بعدها ايه يا مرعبين، ان الولد ده مدلوق على وشه مية نار ومطعون في رقبته، ومقتوله اللي قتله دفنه في المكان ده. ومين بقى اللي قتله؟ كان الشخص اللي انا شفته في الحلم واقف جنب الكلب، هو ده اللي موته، اللي كان ماسك الجيركن ده فاكرينه، وهو ده ابن اللذينه. وانا عرفت ازاي؟ ان لما رحت القسم بعد كده والظابط بعت لي يعني علشان ياخد اقوالي تاني، فقال لي على اللي حصل وانهم مسكوه من خلال الطب الشرعي، لقى بصمات للجاني على المجني عليه ولقى خصل شعره كده، حاجات كده في الطب الشرعي انت فاهم، بينت المهم ان هو ده القاتل. مع كاميرات المراقبة عرفوا ان هم يجابوه. ولما شفته اتصدمت، كان وهو بيبص له بيبرق كده بطريقة عجيبة، كأنه عاوز يقول لي هقتلك. المهم خلاص كده الموضوع خلص معايا، انا طلعت بقى وروحت البيت، مفيش اي حاجه ماليش دعوه والدنيا تمام، مفيش حاجه خلاص. فايه اللي حصل تاني يا مرعبين؟ استنى القصه ما خلصتش، واصبر معايا كده. في نفس اليوم نمت وصحيت، لقيت نفسي برضو واقف في نفس المكان. واقف فين؟ على الطريق قدام المكان المهجور ده، ولكن المره دي الباب اللي هو الحديد ده كان مقفول ومتشمع زي ما شفته يعني في الحقيقة لما الحكومة شمعته يعني وكده. ولقيت لك مين واقف؟ الواد الصغير اللي لقوه، وكان مين تاني معاه؟ الراجل الكبير ابو دقن ده اللي كان مسك ايدي. الاتنين واقفين جنب بعض. لما شافوني راحوا مقربين عليا والاتنين مبتسمين، والولد شكرني وقال لي شكرا انك حررتني، وراح سايب ايد الراجل الكبير ومشي يا مرعبين. فضل ماشي في الطريق كده، ما دخلش البيت ده تاني، فضل ماشي في الطريق وهو فرحان انه طلع. والراجل الكبير راح بصلي وقال لي انت دورك ابتدى، الحلم هيبدأ معاك كل خميس، الأرواح هتندهلك وانت اللي هتحررها من قبور مش قبورها. فقلت له يعني ايه يا عم الحاج اللي انت بتقوله ده؟ قال لي يعني زي ما قلت لك، هتصحى تلاقي نفسك
في المكان المقصود، ولازم تحرر الروح اللي ندهتك، لأن ده مش قبرها. يلا يلا علشان الفجر هيأذن. وراح سايبني الراجل ده، ولكن ما مشيش في الطريق ده راح دخل على فين يا معلمين؟ دخل على الباب اللي هو الحديد ده، دخل وراح قافله وراه كمان، واضح انه عنده ضيوف او حاجه او دخل ينام. وهنا سمعت لك صوت اذان الفجر بيقول الله اكبر. رحت قايم، بس ما قمتش مفزوع بقى ولا حاجه، قمت عادي كده فوقت، لقيت نفسي في الشقه عادي بتاعتنا، وانا مش مستوعب اللي حصل. معقوله؟ وهنا ادركت حقيقه الموقف، ان في ارواح بتكون مدفونه في مدافن مش بتاعتها، وكمان بتكون مقتوله واللي قتلها لسه حر، واختاروني انا علشان احررهم ويطلعوا من المدفن اللي هو مش بتاعهم. طب الموضوع ده بيحصل ازاي يا مرعبين؟ زي ما انت شفت، الساعة 3:30 بالظبط بتنقل للمكان المقصود اروحه، وبعدها الرعب بيبدأ معايا من اول الساعة 3:30 لحد ما الفجر يقول الله اكبر. ولما الاذان يأذن بكون صحيت وعرفت المكان ده فين، ولازم بعد الحلم اروح المكان ده علشان اكتشف في جثة هناك ولا لأ، وعلشان برضه اكتشف هل الجثة دي عاوزان احررها ولا لأ. اصل زي ما في جثث ماتت مظلومة وعاوزان احررها، زي ما برضه في جثث شريرة ندهت لي علشان تأذيني وترعبني. مش هترعبني لوحدي، ترعبني وترعبكم انتوا كمان يا مرعبين. فهنعرف ده مع بعض لما نكمل باقي السلسلة، ولكن لحد هنا تكون انتهت السهرة. ثانية واحدة عزيزي المرعب، انت كده عرفت اللي فيها، وحب اقولك ان السهرة دي هتكون اجباري. السلسلة اللي حكينا عليها دي ان اصحى الساعة 3:30 واتنقل من مكان لمكان، ولسه على فكرة في اماكن هتكون ارعب من المكان اللي انا روحته ده، بس اتقل ده اللي جاي خراب علينا. فالسلسلة دي كده كده هتتقدم وهتنزل باستمرار ان شاء الله، ومش هتكون طويلة علشان ما تزهقوش، او لما احس ان انتوا زهقتوا هوقف على طول. والقصة الجاية من السلسلة دي هتكون بقصة تانية مختلفة، علشان لو حد بيتفرج عليها جديد وما شافش الجزء الاولاني يعرف ان هو يتابع معانا. ولحد هنا فركش. ولكن قبل ما نقفل قول لي بقى، انت توقعت النهاية صح زي ما قلت لك ولا لا؟ شكلك ما توقعتش ده. فانزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة لو انت مش مشترك، علشان عيلة المرعبين تكبر اكتر. وبحب اشكر اي حد بيدعمني. ولا بينا بقى علشان نروح ننام. كان معاكم محمد نبيل، تصبحوا على خير.